يعني نداء استغاثة للسادة القائمين على صناعة السينما. يا جماعة كفاية بلوت تويست. فيلم الشاطر كان فيه 4 بلوت تويست. يا جماعة صناع فيلم درويش اتفرجوا على الحلقة وخدوا في اعتبارهم موضوع ان الناس بدأت تتضايق شوية من فكرة البلوت تويست الكتيرة، فاحنا هنا قلناها بلوت تويستاية واحدة. فيلم درويش يحتوي على 3 بلوت تويست. انا مش فاهم ايه الموضة دي. ليه؟ في شرع مين؟ ليه؟ كفايه بقى، قرفنا زهقنا. فيلم درويش هو أجدد فيلم مصري موجود حاليا في السينما، وهو من الأفلام اللي بتنتمي أفلام اللي بتحكي حواديت في العصور القديمة. قصة بتدور حوالين راجل محتال حلنجي بيتورط مع إنجليز ومع المقاومة ومع إحدى الأثرياء، وطبعا مع التيم الخاص بتاعه اللي بيتكون من دينا الشربيني ومصطفى غريب. والأحداث بتاعتنا هتتشابك وتتقاطع عشان نشوف شخصية بطلنا هيحصل لها إيه وإزاي هتتعامل مع كل الأطراف المعنية في القصة. فيلمنا من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، محمد شاهين، طارق عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، احمد عبد الوهاب. من اخراج وليد الحلفاوي. وليد الحلفاوي كان لسه عامل لنا مسلسل مراجعته موجوده عندنا هنا في القناه، مسلسل كتالوج. ومن تاليف وسام صبري. وسام صبري هو كاتب عمهم، للي ما شافش عمهم، واحد من اسوأ افلام محمد امام. المسلسل رشيد لمحمد ممدوح. في مسلسل كان اسمه اخر دور، ما اظنش ان في حد اتفرج عليه غيري، كان بتاع دينا الشربيني، وحش قوي. اكيد طبعا عملنا اه، مراجعه لفيلم شقه. هو الراجل ما بيشتغلش غير دلوقتي غير مع محمد ممدوح وعمرو يوسف. الفيلم حاليا موجود في كل السينمات وعليه ضجة كبيرة جدا، وشايف عليه بوستات وآراء وكلام مدفوع جدا، يعني مش كلام طبيعي. الفيلم وانا قاعد بتفرج انا في فصله الثالث انا سألت نفسي سؤال وعجزت عن إجابة السؤال ده، هو إن الفيلم ده تصنيفه إيه؟ يعني أنا لو طالع من السينما وحد سألني هو إيه الجنرا أو إيه النوعية بتاعت الفيلم ده، انا شفت كتير في الافلام ومش عارف اجاوبه. هل هو الفيلم كوميدي؟ ما اقدرش اقول خالص اللي هو فيلم كوميدي. عندنا نفحات كوميديه. هل هو الفيلم اكشن؟ الاكشن ضحل جدا، قليل جدا في الفيلم، عايز اقول معدوم. طيب هل هو فيلم العاب ذكاء وثريلر وميستري؟ صباح الفل. هل هو فيلم مغامرات؟ لا، مش لاقي له جنرا. فالمشكله فين؟ المشكله ان الفيلم فرع في حتت كتيره جدا وما اجتش في ولا واحده فيهم. في تشتت. فرع يعني فتح كذا كذا، يعني ماشينا مثلا في الرومانسي، ماشينا في الكوميدي، ماشينا في الاكشن، ماشي، وما اجتش في ولا واحده فيهم. امم وما ركزتش وما خدتش وقتي في ولا واحده فيهم، على الرغم من ان وقت الفيلم مش قصير، يعني الفيلم ساعتين. ما عرفش يمسك حته معينه يمشي فيها، وده كان بالنسبه لي محبط. ان انا كان عندي توقعات حلوه للفيلم ده، لان مؤخرا عمرو يوسف ماسك فورمه كده كويسه في الاختيارات وفي الاداء كمان، لدرجه اللي هو ما عندوش قلب للحدوته. يعني احنا ما عندناش ثيم معينه اقدر امسكها على القصه دي. امم يعني انا ما اقدرش اطلع اقول ان الفيلم ده بيتكلم عن كذا. امم يعني على فكره، فاكتر الافلام سطحيه وهبل انا ممكن اقدر اقول الكلام ده. افلام علي ربيع انا ممكن اطلع منها ثيم، لا هو بيتكلم عن كذا، مع انه الفيلم عبيط وهبل وما يستحقش امم وقتك ولا فرجتك ولا امم فلوسك، بس اقدر اقول دي. هنا انا مش عارف اقول دي. نخش على التمثيل. انت بتتكلم ان عمرو يوسف بقى فورمه جيده الفتره الاخيره. كان فورمة جيدة جدا، يعني مم. حتى في طبعا احنا آخر بنتكلم فيلم. كفورمه سينمائيه مش فورمه جسم، ها، عشان ما حدش اه، يفهمنا غلط. اه، تمام. حتى في آخر فيلم لأولاد رزق هو كان أحسن واحد في الكاست. أنا أما اتكلمت عن الحدوتة بتاعتي قلت إن الشخصية دي شخصية إيه؟ حلنجي. يعني ده واحد بيتحط في موقف، الموقف ده هو لم يتسبب فيه أو ما كانش متوقع النتائج اللي هو هيروح ليها، والمفروض اللي هو بيصرف نفسه، بيفك رقبته من حبل المشنقة زي ما بيقولوا. مين في مصر بيعرف يعمل دي؟ احمد عز. بس هي بتاعت احمد، يعني احمد عز مم. بيعملها وهو سايب ايده. في حد تاني عنده مقومات اللي هو يلعب الشخصيه بتاعت الحلنجي دي؟ حلو مم. قوي، عمرو يوسف ممكن يلعبها. مم. ما اجتش في حته الحلنجي واللي بيخش يبلف الناس بالكاريزما وبالخطب مم. ويحطهم تحت جناحه. طب ليه ممثل. محمد رجب عمل مسلسل كامل اسمه الحلنجي؟ طب ليه ما نقولش ان هو فاهم؟ دي انت شايف بفكر. ان الفنان محمد رجب دور الحلنجي في مسلسله الحلنجي، والفنان عمرو يوسف في الفيلم ده مش عارفين يمسكوا الحته دي؟ اه. ونسيب برضو الاراء الناس يعني. قول له الناس ايش. ممكن يفيدونا. خلاص. فانا شايف ان عمرو يوسف السمه الاساسيه بتاعته في الشخصيه، انا شايف اللي هو اخفق، ما مم. جاتش فيها، يعني هو لم اوكي. يقنعني. طيب هل طيب. هو كان عنده تحديات كوميديه؟ لا، الكوميديا كانت مرميه على مصطفى غريب. هل هو كان عنده تحديات اكشن؟ الفيلم خالي من الاكشن، يعني شبه خالي من الاكشن، عشان ما اقولش خالي، شبه خالي من الاكشن. يعني احنا لو بنتكلم ان الفيلم ساعتين، فالاكشن في الفيلم 10 دقايق. هو برضو الدور سطحي. ليه هقارن؟ عشان هو نفس العالم، عالم الاربعينات والثلاثينات والحاجات دي. يعني هو الفيلم ما فيهوش الجديه بتاعت كيرة والجن، ما فيهوش جديه كيرة والجن، بس هو في نفس الوقت مش مهطل نفسه، هو دايما متشعلق. انت جبت من الاخر، هو متشعلق.
مم. هو لا عارف يطول لا بلح الشام ولا عنب اليمن. بالظبط. بكل بساطه كده بنشوفها في افلام كتير يعني. ده انعكس كمان على اداءات الممثلين بشكل عام، ان احنا مم. ما عندناش ممثل كان كويس الا واحد بس كل مفيش حد كويس الكاست ولا بتاعنا. كله عادي، مفيش شيء يذكر. لا ما قلتش حد وحش شايف مزعج. ان هم عادي، مفيش حاجه تذكر هم غير واحد. عادي ما عدا واحد، ما عدا الا واحد وهو. فقط. هو الممثل الوحيد اللي جاب روح الشخصية في مم. الأربعينات، أحمد عبد الوهاب. خطواته ما شاء الله عليه، ربنا يحميه، ربنا يحميه عنده كده فريق كده. أنا الوصف اللي جه في دماغي لأحمد عبد الوهاب اللي هو متفاني في عمله، يعني مم. هو مش مطلوب منه إن هو يعمل كده لأن غيره ما عملش في نفس الفيلم، لكن أنت من النظرة، من الطلة الأولى لشكله، لطريقة كلامه، للشنب مم. الوحيد اللي فيهم اللي عامل الشنب الرفيع. الدور ده لو كان معمول كوميدي كان يلعبه زمان عبد السلام نابلسي، اللي هو مم. بيتكلم بقى باتيكيت وفرنش ومش عارف ايه وكلب الملك بالظبط. فعشان كده احمد ابو وهاب كان يستحق ان انا اتكلم عنه، لان هو الوحيد في الفيلم اللي عمل الهوم ورك بتاعه. الفيلم يا جماعه فيه حاجه من اغرب، يعني من اغرب ما يمكن. طب لو قلت لك ان هشام ماجد في الفيلم مشهدين الكيميو بيبقى فيه حته تقديره كده شويه، فاهم؟ مم. لا ده هو يعني مطلوق في اللوكيشن كفايه، اللي هو ايه ده، انت كنت بتصور فيلمك الجديد ما تيجي تاخد معانا شوت. حضور مش مفهوم. ليه مش مفهوم؟ ليه انا علقت عليه؟ لان ده هشام ماجد. فهشام ماجد لما يظهر معايا في اول تلت ساعه او اول نص ساعه في الفيلم انا هقول ايه؟ وهشام ماجد على فكره بيطلع يعمل حاجه، انا هقول ايه؟ انا هقول ان انت هتستدعي الشخصيه دي تاني في اخر الفيلم. طب هو طلع والسلام؟ لا ما طلعش والسلام، طلع عمل حاجه. مم. طلع عمل حاجه محوريه، محوريه يعني حاجه من غيرها القصه ما تدفعش لقدام. فكان من المنطقي جدا، انا كجمهور اهو منطقي جدا تفكيري ان انت هتستدعي الراجل ده، خصوصا وزن النجوميه بتاعت هشام ماجد اللي انت في الاخر هتستدعي هذا الرجل. لم تستدعيه. كان بالنسبه لي شيء غريب، شيء غريب كمنطق للحدوته، وشيء غريب كنجوميه النجم، اللي هو انت ليه لجأت لهشام ماجد؟ كان مم. ممكن تختار اي حد تاني، وانا ما كنتش هفكر ان الراجل ده اكيد 100% هيظهر تاني قدام. نيجي بقى للاخراج لوليد الحلفاوي. عندنا مشاكل كتيره، مشاكل كتيره في الراكورات، ومشاكل كتيره في مصداقيه. لشرح الناس الراكور، هو ان في مشهد انا ودلوقتي بكلم جون، فممكن المشهد ده يبقى فيه في الخلفيه اللي هي الاوسكار اللي جنبه دي، بعديها بدقيقه مش هتلاقي الاوسكار ده اسمه راكور. وحركة الناس في المجاميع فيها مشاكل، زي مظاهرة كده وبيتحدف طوب باين قوي اللي هو في اللين ده، قوي اللي هو في اللين يعني. انا استدعيت مباشرة اللي مروان حامد عمله في كيرة والجن غصب عني بس يعني، احنا بنقارن في اللي هم نفس الزمن. جوده الانتاج وجوده الاخراج للفتره الزمنيه، فدي اقرب صح، حاجتين جودة لبعض. الإنتاج، جودة الإنتاج هي كمان الكلمة الأدق من ضمن برضو شغل الإخراج. الفيلم صورته حلوة بس ملهاش طعم يعني. مفيش طابع، مفيش لمسه مميزه. عندي مشكلة كبيرة جدا بقى في رتم الفيلم جدا. أنا مليت جدا في الفيلم. الفيلم فيه حوارات كتيرة وطويلة ومكررة، يعني إحنا بنناقش نفس الموضوع في 3 حوارات على فترات زمنية متفرقة. رتم الفيلم كان فيه مشكلة كبيرة جدا. مشكلتي الأبرز في الفيلم وهي كانت شيء في منتهى الإزعاج، أنا طلعت مصدع من السينما ده يعني من فترة كبيرة جدا. ده أسوأ استخدام للموسيقى التصويرية معلية على صوت الممثلين في المشهد. أنا في مشاهد أنا والله ما سمعت الممثلين بيقولوا إيه، والممثلين بيزعقوا. يعني لك ان مم. تتخيل المزيكا صوتها عالي ازاي، مش هما مثلا بيتوشوشوا، لا الممثلين بيزعقوا والمزيكا اعلى من صوتهم. حتى جودة الصوت، جودة الحوار مش كويسة. دي مشكله هندسه صوت. مكساج بالظبط اه دي هندسة مشكله صوت. هندسه صوت ومشكله مكساج. بس هي كمان مشكلة مزيكا. ليه مشكلة مزيكا؟ لأن مم. هي مش مناسبة للعصر. هي المزيكا اما تسمعها دي مزيكا شامي. نقطتي الأخيرة في الفيلم اللي عايز أتكلم فيها، الفيلم عندنا فيه ناريشن، يعني في حد بيحكي، راوي. والراوي ده هو يسرا. طيب هي ازاي بتحكي الفيلم ده وهي في مشاهد كتيرة جدا في حياة درويش اللي هي بتحكي حدوته ما كانتش حاضرة فيها؟ طيب انا عايز اقول حاجه اخيره. انا محترم الفيلم في حاجه، ان هو حب يلعب في منطقه جديده. الواحد كان زهق من كل شويه الاكشن كوميدي الاكشن ما نجحش. ممكن يبقى فيها في راينا الشخصي، ممكن ناس تاني يبقى عاجبها. وعايزين نعرف رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في فيلم درويش؟ ان هو لعب في حته جديده، هو راح الاربعينات في مصر، زي عامل زي اجواء مسلسل النص بتاع احمد امين اللي كان في رمضان اللي فات. وانا شايف ان هو اللي انت بتقوله ده هو نفس اللي صاب مسلسل النص بتاع احمد امين. ما منطقه شفتش. الاربعينات دي منطقه تريكي جدا. هتلاقي في فترة كبيرة انت ملان، وفترة على كبيرة جدا في حاجات بتسيب وحاجات بتخيب. ملخص يا جماعة الفيلم، فيلم درويش في الآخر هو ما عجبنيش خالص. ما حسيتش إن في حاجة منه تعتبر كمكافأة بالنسبة لي. يعني لو الناس عايزة تخش السينما أكيد طبعا براحتها، بس أنا قيمي دي هو 4 من 10. دي كانت شباب حلقتنا عن فيلم درويش. قولوا لنا انتوا رأيكم في فيلم درويش، هل عجبكم ولا ما عجبكمش؟ ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، وباي باي.